وإهانة لك في الدنيا قبل الآخرة. فأنا أدعوك قبل أن أغلظ لك القول، لأن عندي طبيعة. هذه أول مرة نتوجه لي، أو دائما عندما أتوجه لأول مرة ايه لشخص ايه فقل له قولا لينا، ما شاء الله. كما أوصى الله سيدنا موسى حديث لفرعون، قال له قل له قولا لينا. أنا هذه أنصح بها الناس امم عندما توجه في البداية نقد أو انتقاد لشخص. ايه حاول دائما أن النقد الأول أو الانتقاد الأول يكون هادئا، لعل الشخص يغير رأيه، ايه لعله يسمع. واذا ما غيرش؟ إذا ما كانش يكون كاين يعني تكون بالحسنى ثم تنتقل إلى كلام غليظ، وهذاك واجب، ماهوش ما عندناش خيار، لأن الله المستعان. هذا هو فكر الفرطوس، زيطوط الملعوط. هذا هو فكر الخوارج وفكر الحمقى، فكر المهابل. يعني في الأول نجيك بالتي هي أحسن، بصح من بعد نسبك ونطيح لك ونعايرك ونفضحك ونجرجرك ونبهدلك. يعني هذه هي الأخلاق نتاع جماعة الخوارج، الفرطاس كحل الراس. هذا هو يعني هذا هما الرويبضة. يعني هذا يعني لما أنتقده، لما يكون على المباشر وأنتقده، يقوم بحظري. يعني واضع كلاب تحرس اللايف، يقوم يعني يمنعوني من مواصلة الكلام. لكن هو أنا أنصحك، ولكن إذا لم تستمع إلي فالويل لك. هيا 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 هيا، كمل كمل. الإنسان. فخلينا نسمعوا مقطع من مقاطع الشيخ مبروك. هاو الشيخ مبروك هنا يتكلم. سيكون من بعد أمراء يكذبون ويظلمون، هذا موجود في الدنيا كلها. قال سيكون من بعد أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد على الحوض. أن هناك أسبابا تجعل الإنسان إذا ما ظلم. لأن في الموسيقى مش راح نديروا منه كثير. قال لك من يدخل عليهم. هنا الشيخ المبروك يقول من يدخل عليهم، يعني واحد راح عند الحاكم دخل عليه، طلب منه مصلحة، طلب منه حاجة، قال له شعرا. مش من يصبح رئيس لما يسمى المجلس الإسلامي الأعلى، واللي انت عارف بأنه خراب. مش اللي يعد عنده، لأن هذا رئيس المجلس الإسلامي يعني يتعاملوا معه كأنه وزير، يعني عاطينك الآن رتبة وزير تقريبا، أو راك ودي المهم شحال يحب يتكسل شوينغوم في الهضرة، ويحب يعوج ويجبد ويخلق لك سيسبانس. اهدر نيشان، ما علينا. يموتوا مع المقاطع اللي فيها الحكام، ولو كان الحديث ضعيف ما يهمش، المهم فيها سيكون من بعدي. يعني كما القصة نتاع صاحب البنام هذاك اللي راح يرقد من بعد اللي ضرب الزطلة ولا ضرب السكر ولا ما على باليش، وقال لك شاف منام، شاف الرسول قالوا أوصيني يا رسول الله. قالوا يعني تقف بين يدي ولي من أولياء الله قدر حلب شاة أو شيء بيضة. شيء بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع وأنت، يعني نفس الخرافات. لكن هذا الدجاجل، هذا الدجال وأمثاله الذي كانت تستضيفه قناة الخنزيرة ومشتقاتها، يعني يعجبهم هذا ولو خرافات. معليش، هات ما عندك حتى نغلق الثغرات ونعمر شوية وقت، لأنه هذا فارغين وقت. هذا شابت لحيته وصلع رأسه حتى نسي أنه أصبح أصلع، لأنه في يوم من الأيام أراد أن يمسك شعرة من رأسه فقال والله لا، هذا النظام لن يحرك شعرة من رأسي. وأراد أن يمسك بشعرة من رأسه، لكن نسي أنه هارم أمام
الويب كام وأمام البث المباشر وأمام لأنه مدفوع له وإن لم يستمر سيفضح. هذا مفضوح. عنده يعني المخابرات الإيرانية وغيرها البريطانية وكذا، لأنه مقيم ببريطانيا وينبح فقط عن النظام الجزائري يعني. فمدفوع له، يا إما يستمر وإما يفضح. لا يتوقف يوم واحد. والله الوقت الذي أمضاه أمام الحاسوب وهو يتكلم عن المباشر بالساعات، والله لم يقضيه ربما مع كتاب الله، إن لم يعني أقول له مع زوجته وأولاده. يعني سبحان الله، شيء ولا لا يكل ولا يمل. يا إما مدفوع له، هذا أكيد مدفوع له حتى يأكل ويشرب، لكن ماسكين عليه حاجة غليظة، لأنه مستحيل تكون عندك هذه الهمة من أكثر من 10 سنوات ربما. عنده مقاطع في يوتيوب قديمة، كان شاب، إلى يومنا هذا يعني أكيد فيها القضية فيها إن مستحيل يعني تكون تعيد نفس الكلام ولا تمل منه، مستحيل فيها إن. على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهلا في روحك يا زيتون. الله جاب الخير. يصير كما هذاك الإمام في الثلاثينات ولا الأربعينات، والله قال ما زال غرتهم الدنيا، بالك يعيش 20-30 سنة أخرى، راكم في نهاية الستينات. لعنة الله على الظالمين وردت عدة مرات في القرآن الكريم. اللعنة ما هيش نقاش، اللعنة بالوضوح. وطبعا الشيخ مبروك مش راح يجادل في أن ناصر الجن وشنقريحة مش فقط من الظالمين، من أعتى المجرمين والمفسدين والظالمين. أو في مقطع آخر وش يقول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، سيدنا معاذ بن جبل، وهو يرسله إلى اليمن، يقول له: وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. اتقي دعوة المظلوم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فأنت إذا ظلمت نمت، ولكن المظلوم لا ينام. شيخ مبروك، هذا اللي بجنبك ما هوش ظالم بسيط، هذا ظالم وطن كله، شعب كامل. بالمناسبة ناصر الجبان هذا مش فقط راهو جنرال يرأس المخابرات الإرهابية اللي آخر أعمالها هو خطف الطالبة دعاء الأزرق. المهم والله هذا الإنسان يتكلم بدون أدلة. راني قلت السلام عليكم، لكن هذا بث مباشر كما راكم تشوفوا بالأسفل. عندي تأخير تاع دقيقة و38 ثانية. ربما بث مباشر مزيف يعني، لأنه نشوف الساعة تختلف، ولو هو في لندن وأنا في باريس، لكن ليس بيننا اختلاف ساعات يعني بهذه يعني اختلاف 6 ساعات. على العموم فدني شوية الفضول فكملت بعض الدقائق هذه، لكن نقول لك ودي الله يكثر مثال ناصر الجن، وربي إن شاء الله يسلط عليك 1000 جن يرهقك في منامك وفي يقظتك بإذن الله يا عدو الله، يا أبو صلعة، يا فتان، يا شيطان. تحيا الجزائر، تحيا المخابرات اللي راهي حارقة لك قلبك انت والكلاب اللي باعثينك، سواء من فرنسا وسواء من بريطانيا وسواء من المروق، سواء منين يعني، من إيران، الخنازير قال لي راهي بعثتك نتاع الصهاينة وجبد عليهم. تحيا الجزائر، وتهلاو ردوا بالكم الإعلام الصهيوني يا خاوتي، ردوا بالكم من الإعلام الصهيوني، لأنه أول حرب اللي تقدر تهزمك نفسيا هي الحرب الإعلامية. معنى كل جزائري لازم يكون أرجاز، امرأة ورجال. السلام عليكم.
صحة فطوركم.